السلام عليكم. اليوم بدي اشرح لكم عن فوائد الفليفلة. الفليفلة هي خضار من الفصيلة الباذنجانية، أصلها من أمريكا وتزرع حاليا في كافة أنحاء العالم. إذا كان جسمك بحاجة لغذاء سي فما إلك إلا الفليفلة، لأنها بتحتوي على نسبة عالية جدا منه، ضعف النسبة الموجودة في الليمون. وبتحتوي أيضا على غذاء إي ومعادن أخرى بتساعد على تقوية المناعة ومحاربة الأكسدة والالتهابات في الجسم، مما يساهم في تخفيض فرص الإصابة بالأمراض السرطانية. الفليفلة مفيدة جدا للجهاز الهضمي، بتأمن وقاية من حصوة المرارة، بتساهم بتسهيل دفع الدم في الأوعية، وبتحسن وظائف القلب، بتخفض السكر في الدم، وبتذوب الدهون في الجسم، بتساعد على الشفاء من القرحة المعدية، وبتخفض ضغط الدم المرتفع. إلها فوائد علاجية للغدة الدرقية والقصبة الهوائية، بتهدئ آلام الصداع وبتخفف من حدة الزكام عند استنشاق الرائحة المتطايرة منها وهي مفرومة. بتحتوي على مواد كيميائية طبيعية بتنشط الدماغ وبتحسن المزاج وبتكافح الجراثيم وبتساهم في الشفاء من حالات الإسهال. كل حبة متوسطة من الفليفلة الحلوة بتحتوي على 37 سعرة حرارية، 0.36 دهون، 7.18 كربوهيدرات، 2.5 ألياف، 5 سكر، 1.18 بروتينات. بتمنى هالمعلومات تكون ثقفتكم. فيكم تشاهدوا أشرطة أخرى إلي بالضغط على الرابط أسفل هالشريط، أو تفتشوا بأي وقت في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت كلمة وحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.